القدير. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من هذه الآية والإشارة إلى القصص والاستفادة منها نحن نستفيد من المحاضرة هنا ونستفيد مما يطرح من أسماء وشخصيات في المحاضرة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني وهو التعليق 20 بعد 100. نقول لا بأس من العروج والتشرف والتكرم بذكر إعجاز نبوي وقرآني، حيث في هذه الآية طبعا أو في هذه الآيات، حيث الخلط والتركيب المتجانس، ليس الخلط السيء وإنما الخلط الحسن، هذه خلطة متجانسة، حيث الخلط والتركيب المتجانس بين عدة علوم، مجموعة علوم: أخلاق، اجتماع، نفس، طب، تشريح. وعلى يد النبي الأمي عليه وآله الصلاة والسلام. ومن أين؟ من أرض الجزيرة، موطن المجتمع الجاهلي القبلي المتخلف. من هناك ومن ذلك الزمان قبل أكثر من 1400 عام أشار القرآن إلى أن من تمرد على فطرة الإيمان والإنسانية وصار من الغاوين المنقادين للعاطفة والشهوة الحيوانية والقوى الغضبية البهيمية الوحشية، فإنه لا يرتوي ولا يشبع، لأنه سينتقل من هوى إلى نفس أمارة، إلى دنيا مزخرفة خادعة، إلى وسوسة وتسلط شيطان، أو إلى وسوسة وتسلط شيطان، فإنه بالتأكيد لا يهدأ أبدا ولا يسكن أبدا، بل يبقى لاهثا ظمآنا جائعا متكالبا حتى يقبر فيملأ فمه وجوفه ترابا وتكون عاقبته خزيا ونارا سعيرا. وهذا اللهث والتكالب الذي لا يسكن ولا يهدأ ولا يفتر مثله فيه كمثل الكلب الذي يلهث على كل حال، في حال الخوف أو الفرح أو الحرارة أو التعب أو المرض أو العطش أو أي عارض يتعرض له. وهذا ما أثبته علم الطب والتشريح، وحسب اطلاعي وفهمي، والله إن شاء الله يكون عاذرا لنا لو لم نفهم ما اطلعنا عليه. وعليه فالكلام في هذا التعليق في مقدمات أو في الإشارة إلى الإعجاز. أولا أن الإنسان وكذا عموم الحيوانات لديها غدد عرقية، وظيفة هذه الغدد هي تبرد الجسم للتبريد إلى حد ما بهذا المعنى. كيف تبرد؟ إفراز العرق لتبريد الجسم عند تعرضه للحرارة أو للعطش أو لأمور أخرى يحتاج إليها الإنسان إلى بذل الجهد، فيحتاج للطاقة ليستهلكها للقيام بالفعاليات الحيوية الناشئة من بذل الجهد، أو لإتمام الفعاليات الحيوية الجارية عند الإقامة أو عند القيام بالفعل، أو عند بذل الجهد العضلي، الجهد العضوي الخارجي أو العضوي الداخلي، أو الجهد النفسي، أو يعني ما يتعلق بالانفعالات النفسية. كل هذه عبارة عن بذل جهد تحتاج إلى طاقة، وتحتاج إلى أيضا سنذكر تحتاج إلى أكسجين بالتأكيد، فيحتاج إلى تنفس. هذا أولا. هذه المقدمة الأولى قلنا، أو نقاط كلام في مقدمات. المقدمة الثانية، ثانيا أما الكلب أجلكم الله فهو لا يمتلك الغدد العرقية أو هي قليلة، وهذا أي لا تكفي للتبريد،
وهذا يعني أنه لا يمتلك العرق أصلا أو لا يمتلك العرق الكافي للتبريد أو لتبريد الجسم عند الحاجة. ومن الواضح أن الحاجة للتبريد دائمة عادة، يعني عادة يحتاج نحن الكلام مع الكلب أجلكم الله فيحتاج إلى التبريد، أنه دائما إما يلحق ويضرب أو هو يلحق الفريسة أو دائما يتعرض للفرح والسعادة أو للحزن والكآبة وللضرب وللركض ولغيره وللجوع ولعناوين أخرى. ومن الواضح الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الواضح أن الحاجة للتبريد دائمة عادة، من حيث أن أي فعل خارجي أو داخلي عضوي أو نفسي يحتاج للطاقة واستهلاكها، يعني ولاستهلاك الطاقة يحتاج للطاقة واستهلاكها فيحتاج الجسم للتبريد. المقدمة الثالثة، ثالثا عند الحديث عن حاجة الجسم للطاقة فإنه يعني أن الجسم يحتاج لكمية مناسبة من الأكسجين وحسب نوع العمل والجهد المبذول أو الانفعال الموجود. المقدمة الرابعة، رابعا فإذا عطش الكلب أو ارتفعت حرارة جسمه أو تعرض لانفعال أو قام بجهد فإن السلوك الحيواني للكلب يجعله يبدأ في اللهث بمعدلات سريعة ثم يعود لتنفسه العادي ثم يلهث سريعا ثم يعود إلى التنفس البطيء، وهكذا حتى يحقق التبريد أو يحقق تبريد جسمه وضبط درجة حرارته وتمكين الجسد من القيام بالجهد أو تحمل الجهد أو الانفعال. المقدمة الخامسة، ومن الواضح أن الباحث عن مغريات الدنيا، هذا الشخص الضال الباحث عن مغريات الدنيا والمنقاد للنفس والهوى والشيطان والذي تمرد والطبع على قلبه، فإنه إذا قرر الجلوس أو الراحة والسكون والفترة فإنه سرعان ما ينهض ويركض ويتكالب من جديد. هذه من المقدمات الموضوعية الواقعية التي نحس بها ونشعر بها ونعيشها، وهذه أيضا ما أيضا استشهد به أنه من يكون معنا وأيضا بسبب الكسل وما يتعلق ويرجع للكسل نحن غيرنا منهج المحاضرة، لكن من يترك هذه القضية يترك هذا الخط ويذهب إلى خط آخر تجده لا يبارى في الهمة والعمل والنشاط، لأنه ترك هذا الخط وذهب إلى الخط الآخر، ولا نعلم هل لأنه ترك معسكر الكوفة إلى معسكر الشام أو القضية معاكسة، لا نعلم، لكن هذه يعني القضية معروفة. أهل الباطل يهتمون كثيرا لنصرة باطلهم، وأهل الحق يفترون ويكسلون ويتخاذلون. المقدمة السادسة، سادسا ولا يخفى عليكم أن تشخيص الحالة النفسية والتفاعل أو التأثير أو التأثر الاجتماعي للشخص، وكذا معرفة وتشخيص، يعني الآن مقارنة بين شخص مر بأزمة نفسية أو بمرض نفسي، الانحراف هو عبارة عن أزمة نفسية أو مرض نفسي أو اضطراب نفسي، فتحليل هذا الشخص نفسيا، تشخيص الحالة المرضية، تشخيص السلوك الحيواني عند الحيوان، معرفة يعني الغدد العرقية وجودها أو عدم وجودها، التعرق وفائدة التعرق، قضية التبريد وميكانيكية التبريد في جسم الإنسان وجسد الإنسان، الاحتياج إلى الأكسجين، صرف الطاقة، بذل الطاقة في كل فعل وفعالية يقوم بها الإنسان سواء كانت خارجية أو نفسية. هذه كلها تأتي معلومات يحصل عليها الإنسان من مجموعة علوم، من الطب، من التشريح، من النفس، علم النفس، اجتماع وسلوك حيواني، لا أعرف إلى أين يرجع من العلوم. فهذه تحتاج إلى اطلاع، واطلاع على أكثر من علم.
هذه مقدمة سادسة. المقدمة السابعة أي سابعا: وإذا جاءت المعرفة والمقارنة. هذا يعني منهج لكي نتعلم. هل هو سنسجل فعلا في أذهانكم يعني معنى المعجزة ونسجل تطبيقا للمعجزة في هذه المحاضرة أو لا نعلم، لكن نريد أن نتعلم جميعا يعني الأسلوب الذي يعني نحاكي فيه الأحداث والوقائع وننتزع منها عنوان المعجزة. سابعا: وإذا جاءت المعرفة والمقارنة، مقارنة بين يعني الشخص، بين الإنسان وبين الحيوان، هذه المشابهة وهذا المعنى وهذه المحاكاة وهذه المجازية وهذا التشبيه، اعتمد على مجموعة من العلوم، اعتمد على فهم مجموعة من العلوم، اعتمد على الاطلاع على مجموعة من العلوم. الآن نأتي في سابعا نقول: وإذا جاءت هذه المعرفة والمقارنة أولا من قدم الزمان منذ أكثر من 1400 عام، ومن مجتمع جاهل مطبق في الجهل الفكري العلمي والعقائدي والتنظيمي، وقد غرق في الخرافة والتخلف والسحر والشعوذة أو الشعبذة. هذا أولا، أتت من فترة زمنية قديمة ومجتمع متخلف وجاهل. ثانيا، ومن رجل عرف واشتهر على أنه أمي. أيضا الكلام هذا أيضا له قصد، على أنه أمي. هذه من الأمور والمسائل التي تطرح للنقاش حاليا. والآن قبل أن نذكر معنى الأمي يعني إلى حد ما نحاول أن نجعل الإجابة في أذهانكم ونستحضر الإجابة في أذهانكم حتى تكون القضية مسلمة إن شاء الله ويقينية عندنا جميعا. ثامنا: فإن العقل يحكم بالضرورة أنها معجزة حقا. كيف يحكم بأنها معجزة حقا؟ الآن لو تفضل أحد الأطباء هنا أو أحد دكاترة من اختصاص علم النفس مثلا، أو باقي الأساتذة الجامعيين أو غيرهم من الأكاديميين، وكما الآن أنا لست من ذوي الاختصاص، وجمعت هذه المعلومات وقارنت وأتيت بتشبيه بين الإنسان المتمرد العاصي الضال المريض نفسيا وبين الكلب وما يحصل من لهث الكلب وما يتعلق بهذه العملية. كما فعلت أنا الآن، رجعت إلى مصادر وبحوث، قرأت وفهمت هذه المعاني، إذا كنت قد فهمت يعني بصورة صحيحة، فهمت هذه المعاني ونقلت لكم هذه المعاني. هل أستطيع الآن أن أدعي النبوة باعتباري أني صاحب معجزة أم لا أستطيع؟ طبعا لا نعجب بأن يوجد بعض الناس على نهج يعني أبي الخطاب أيضا يأتي في باله يقول نعم نعتبرها معجزة، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لا يوجد عاقل من يقول بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه يعني التطور العلمي، التراكم العلمي الذي حصل، ووسائل التعليم وطريقة تلقي العلوم التي حصلت، والشخص الذي يجلس أمامكم أيضا عنده شهادة ودراسة أكاديمية، إذا قرأ يفهم إلى حد ما، يستطيع أن يحصل على معلومات إجمالية ويأتي بمقارنة ويعطي لكم هذه المقارنة. الآن لو نقلنا السؤال إلى شخص آخر في هذا المجتمع ليس عنده نقول شهادة أكاديمية، هو أقرب إلى الله، يشتغل في النجارة أو في الفلاحة، ليس عنده شهادة، لكنه يقرأ ويكتب، لكنه لم يسلك الطريق الأكاديمي والعلمي في الدراسة. وعندما يأتي بهذه المعلومات يجمع هذه ويأتي ويتحدث بهذه القضية، وفي خصوص هذه القضية بهذا النهج الذي تحدثت به أنا معكم. ولا نقول ادعى النبوة، إنما ادعى الكرامة، ادعى خصوصية معينة، ادعى أنه حصل عليها بكرامة معينة، بموقف معين
فيه شيء من الخصوصية والتكريم له، نصدق أو لا نصدق؟ بالتأكيد نصدق، لأنه ليس عنده الإمكانية للفهم. كيف فهم هذه؟ الآن ننقل القضية إلى سؤال آخر. لو كان الشخص في هذا الزمان لا يقرأ ولا يكتب أصلا، لا يعرف القراءة والكتابة، وأيضا أتانا بهذا البحث وطرح هذه القضية بهذا الأسلوب، وقال أنا صاحب كرامة أو أنا سفير الإمام، نصدق أو لا نصدق؟ فبالتأكيد تحصل عندنا قيم احتمالية للتصديق، أنه لا يوجد أي مبرر أو لا يوجد أي مقدمة لكي يفهم هذا الإنسان هذه المطالب ويطرح هذه المطالب بهذا الأسلوب. هذا أين نحن الآن في هذا الزمان. إذا رجعنا إلى الزمان إلى 1400 عام، وفي ذلك المجتمع الجاهلي نطبق نفس المصادق أو ما يماثل المصادق في هذا المجتمع. شخص كان عنده معلقات وعنده الباع في الأدب والشعر والخطابة في ذلك الزمان، ادعى هذا الشيء وحكى به، وشخص آخر يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة وادعى هذا الشيء، وشخص آخر لا يعرف القراءة والكتابة وادعى. من الذي نصدقه بأنه صاحب كرامة؟ الأول أو هو؟ هم جميعا في قدم الزمان وفي الزمن القديم طبعا لا نصدق يعني نصدق الجميع باعتبار هو صاحب كرامة، لأن العلم لم يصل ولم يعني يرتقي في تلك الفترة. لا يوجد علم، قلنا، في مجتمع جاهلي، لكن الذي نتيقن به أكثر من هو؟ الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذه القضية بديهية أم تحتاج إلى فكر ونظر؟ هذه بديهية. هذا أولا. إذن الآن من الذي أو أي موقف أو أي محتمل أو أي تقييم أبلغ في إثبات الحجة والمعجزة؟ النبي صلى الله عليه وآله كان من بلغاء العرب وشعراء العرب أم كان لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا هو الجواب. هذا جوابنا على هذا الاستفتاء الذي خاض فيه الكثير من الناس. وعندنا تفصيل عن هذا الأمر، لكن مجرد هذه إشارة إجمالية لما أردنا أن نشير إليه. إذن نقول إنها معجزة حقا تأتي على يد النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني عليه وعلى آله الصلاة والسلام. صار هنا كم إشارة وصلت إليكم؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا من هذه المعجزة أو يعني إبراز هذه المعجزة حققنا عدة نقاط أو عناصر وإشارات، والإشارة أيضا هذه الأخيرة نريد أن نؤكد عليها. بعدين ذكرنا هذه المواصفات للنبي صلى الله عليه وآله، نقول وقد جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد عليه السلام، في دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد عليه السلام. أيضا ندعو جميعا بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك، فلا توحش استئناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا، وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاءك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا
طبعا الكلام أيضا طويل، يوجد بحث، لكن نحن أخذنا بحث المختار. يوجد بحث في قضية النبي العربي، وأيضا يوجد بحث في قضية النبي الأمي عندنا وهو جاهز، لكن يعني أخذنا واختطفنا من قبل بحث المختار.